السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز، في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على عده نقط، والاهم ديالها هو الميستيج وخوسي فينا اللي ناضت واحد الروينه وناضت الفضايح والكوارث، ولكن دمص القضيه وما بغاش يهضر، والناس كتسناه يخرج بتوضيح ويوضح ويفسر ويحط النقط على الحروف. والحفيان اللي مشى كيعرض الجزائريه وكيدير ليها يشري لها الحلوى وهو ما كيتقداش حتى لمو، وسبحان الله الناس غير كتدخل اليوتيوب كيتقلب لهم الوجه، كيوليو وحدين اخرين وكيتسيفوا سبحان الله العظيم. وغادي نهضروا على سميره الدق والسكات التشهر اخوتي العزاز، يعني تجردات ليهم وغادي توريهم وجههم في المرايه اللي كيكلاشيوها ودايرينها محتوى وكيقلبوا عليها ليله نهار، داشي فقصوها ولكن نساو بانها جوهره ثمينه وما عندهاش يعني حتى حاجه ما سميتو بالذهب ما توزنش بالذهب. شي واخا تحط الذهب الوزن ديالها اكثر، وسميره كتوزن على الذهب. واش فهمت؟ ماشي الجوالق اللي جامعين فيما كانت شي بياسه حفيانه جايبينها ودايرينها كديروا بها محتوى وما حشمتوا ما راعيتوا المسكين، ما راعيتوا الناس اللي ما فاهميش. اما الناس اللي عايقين الا كنتي نزاق الناس راه نزوق اكثر منك ويجيبوا لك الاخر ديالك. وهنا الصراحه الله ما نكذبش عليكم، سميره تلفاتو على شغلو، خرجت ليه العقل تلف ما بقاش عارف اش كيدير. ومنين ضربك الله كاع وبلاك الله، كون جبتي هاد التسبيح لمك والله العظيم كون جبتي لها التسبيح فضل من داك العقيق اللي جايب ليها داك اللؤلؤ اللي كتقول نتايا لا ما عرفت داك الكارثه. تكون جبتي لامك غا تسبيح، امك راه عندها 80 عام، اش دير بداك التخربيق اش دير بداك الجوالق؟ امك راه امك بغات مرا اللي تخدم عليها وتهزها، بغات لاله ومولاتي، بغات مثلا بحال تيتيش، بحال حفصه، بحال سميتو مرا حادقه تكون متوله. ما بغاتش هي وحده مكسله وناعسه وانت جايب لها الجوالق وتعلق ليها وتصور عليها الفيديوهات. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم خوتي العزاز، صراحه الله الكلاشات ما نكذبش عليكم مكبره مفقوسه ديال بصح. تصوروا نتوما ملي جاو وهما عليهم جاو داروا لهم زياره وهما يتشكاو عليهم وما قلتوش لينا وما سميتو كي قال له هذاك على غفله وما قريت حسابه، ما خليتو ما باش كلاشيتو ما خليتو. المهم ندمتهم على ديك المشيه اللي ديك المجيه اللي جاو عندكم. ولكن ملي رجعوا للدار لقاو حفصه صغر العرايسه دايره 2 طواجن وقالوا لها راه حنا حافيين، راه حنا على التالي يعني شوفوا العروسه الاخرى الصغيره تبارك الله دايره 2 طواجن، كلاو وشربوا. ولكن الصدمه هي الفيديو اللي داروه وداروا عقوزتهم ما بيناتهم العرايسات، وقال لك بلا بيها ما تحلاش الجلسه وبلا بيها ما تزهاش الدنيا، وهي كل شيء. وتبارك الله عليها الا قالت عجوزه عجوزه وإلا قالت عندي العرايس عندي العرايس بكل صراحه. المهم وتا ولادها تبارك الله كيصرفوا كيجيبوا لدارهم متهليين كتشوف بعدا الماكله، كتشوف ما يتكل، كتشوف كاينه الحركه ماشي بحال بويا عمر رجعوا لك حل والله العظيم تقول ساكنين على العفاريت ماشي بنادم. المهم خوتي العزاز، اول حاجه كنعطيو تحيه لكاع الناس اللي كتبعنا باي مكان في هذا العالم، كنشكركم جزيل الشكر ومرحبا بكم والف مرحبا. وكما العاده اللي دخل ما يبخاش لينا بواحد التعليق ولا جوج ولا علاش ما قد وسميتو وخليو لينا لي لايك، عافطوا على داك اللايك اللي يفرحكم كما كتفرحونا، وتحيه لكم كاملين. المهم خوتي العزاز، غادي نهضروا على الضجه اللي ناضت على اللي نوضات خوسي فينا، خرجت بالفقصه خرجت بالفقعه في اللايف اللي بزاف الناس شافوا داك اللايف. وصراحه الله بانت بانها محقوره، بانها مظلومه، بانها متعدي عليها، بان يعني كما كيقول لك كندير الخير اللي صراحه الله وفي الاخر المهم كدير في شي واحد، كتعاون مع شي واحد كدير معاه المزيان وفي الاخر كيعض اليد اللي تمدات ليه. المهم هادشي اللي بان ليا لانهم مكبرين بالبرانيه، والبرانيه اللي جات وجلسات
وما بقاتش عقلات عليهم، وقال لك كتدخل للطواليت وكتسكن كتجلس يعني كتطول، ربما داكشي اللي كتصوروا كتسردوا، الله اعلم اخوتي العزاز. انا كنهضر على شخص واحد ما كنعممش، ويعني كما كنقولوا الناس طول بحجر راه بحال هذا، يعني فين ما مشيت كاين الانسان المزيان وكاين العيان، وما غاديش حنا كنحاربوا الناس العيانين، اما الناس المزيانين مرحبا بهم والف مرحبا. المهم خوتي العزاز، الفيديو اللي شفنا يعني الحاج ما كاينش، البنت ما كايناش، المهم هما ما داروا ما فراسهم ما يتعاود. القضيه خوتي العزاز ما كطمنش. وبغيت غير نعرف واحد المساله، ان العائله ديال الحاج علاش ما كيكونوش في المناسبات، وعلاش ما كيحضروش، وعلاش كاينه شي ان تمايا، يعني ما فهمتش هاد القضيه، هاد اللغز هذا ما فهمتوش يعني والله العظيم. ودابا خوتي فينا قالت لك ما خافيه كان اعظم، لو كان سمعوا اسمو كاين من تحت لو كان يتحيد الستار وداك الحجاب غادي تهربوا. بكل صراحه انا كنقول ليه قال لك خوك اللي يغرك صاحبك. والانسان اللي صراحه الله، هاد السيده واش ما عندها حد، ما عندها اولاد، ما عندها ما يدار، ما عندها شغل، ما عندها حتى شي حاجه، يعني جات ونبتات وجلسات وجارينها منا وجارينها منا. وكاين اللي قال لك يمكن هذا الشيء راه دايرين، يعني هاد المقاتله غادي دايرينها غير بوز باش يطلعوا القناه والروينه، والله اعلم اخوتي العزاز. ما كذبش عليكم، انا واحد الحاجه اللي ما شفتهاش بعيني، وكنستسمح كاع من القنوات اللي معانا وهضروا على هذا الملف هذا، انا كنستسمح منكم لما شفت شي حاجه بعيني مثلا، ولا ما نقدرش نقول واخا شي واحد يعاود شي حاجه بحرقه ولا، يعني كيخصني داك الدليل، باش خصني نشوفوا باش ما نقدرش نهز شي حاجه على الرقبه ديالي. بحال بالنسبه لهاد الجزائريه، يعني ربما تقدر تكون جاسوسه، ربما يكونوا طمعوها بشويه د الفلوس، ربما كاينه شي حاجه، ربما الله اعلم اخوتي العزاز. يعني حنا كنشوفوا واحد المساله اللي كنشوفها هذه ما يحيدهاش الطبيب، انهم هما العروسه مهليين فيها، يشريو لها، يديروا لها، يفعلوا لها، حيتاش كصوروا بها في القناه. بالنسبه للبنت مسكينه حاقرينها، لا هي لا البنيته ديالها ما بقاتش كتبان. وعاد المطلقات يعني ما كيعجبهمش المراه تطلق وترجع للدار وما يهتموش بها وما يعقلوش عليها. يعني واخا نفضل مرت ولدي ولا، ولكن فبنتي هي الاولى، وخصني الا خيطت مرت ولدي حتى بنتي خصها تخيط، الا لبست مرت ولدي حتى بنتي خصها تلبس. بنتي بالعكس اللي ما عندها حتى شي وحده ما مرت ولدي راه عندها راجلها، اما بنتي اللي مطلقه اللي خاصني نتعامل معها وخاصني نعطيها حقها ونعطيها الاخر، دايره بحال خت المخيسير. يعني المطلقات ما عندهمش بلاصتهم في داك الاخر. وبالخصوص العائله ديال باه، يعني انا كنشوفوا ما كاين حتى شي واحد من غير خوسي فينا، ها هي خرجات وتفرقعات. والصراحه الله بزاف الناس اللي كيطالبوه بتوضيح وباغيين يعرفوا، يعني كتشاركوا معنا التخربيق وتشاركونا معنا الافلام، ولكن هذه راه حقيقه مره وعشناها معاكم، وخرجت المراه وفصلت فيكم. وكاين والسيده اللي معاكم كيتهموها يعني جاسوسه في وسط منكم، ولا المهم كاينه شي خطه تما محبوكه، كاينه شي حاجه. الناس كتفرج فيكم باغي المصداقيه، باغيين نخرجوا بتوضيح ويعرفوا شنو كاين. وزيدون حتى الحفيان حتى هو خرجها ضد فخوسي فينا، ودار معاها فيديوهات وشري لها الحلوى ومتقاتل معاها، وما كيديش حتى امو مشى كيسعى بها بالدرع، دا الدرع باش يوكل امو. والسيده لا حول ولا قوه الا بالله. المهم غادي نرجعوا لامي كبوره اللي قتلتها في قصه، سميتو على العروسه الناعسه، على العروسه اللي درعها مقطوع. تبارك الله سميره اليوم ما نكذبش عليكم فيديو ولا اروع، فيديو طوب، فيديو زوين. بداتو بخرات الدار نعمه سيدي، وجدات لك كسكسو على حقه وطريقه بالتاويل، والدنيا نقيه والفواطه نقيه وسميتو القفيطين كي داير وبالضحك وباللعب، وليداتها كينقزوا حداها والحياه السعيده. وشفتوا هذا هو اللي طاح المخيسر، وهذا اللي معوق في حياته وما عمرو ينعس وما عمرو يرتاح. يعني ملي كيشوف هذا الشيء هذا صراحه الله كتتلف به، لانه هو قالوا ليه جاب الله مرا وصغيره وعويت عاونت مول الخير وداك الشيء يا سلام. في الاخر طلع كل شيء مبخر.
وزيدها بالكذوب، لان القناه ما عنده ما يدير فيها الا الكذوب. وانتم تشوفوا خرج بالجالوق وكيقول لك ها الالماز، ها الدياموند، ها الذهب، خيروا واختاروا، كيضحك على عباد الله وكيصور فيديوهات يسحب له الناس كوان، بيسحب له المزدوحيات اللي تابعين، ويسحب له بحال كاع الناس راهم مزدوحين على دماغهم. بكل صراحه شو هدار الفضيحه دار. وما على الاقل جيب لامك تسبيح، دير لامك مرا تعاونها، الى مرتك ما فنيانه وما فيدهاش، وخدم على قناتك. وديك الكوزينه اللي كتباها بها وزدنا وما زدنا وانت ما زايد حتى شي حاجه، شوف الناس اللي عمليه وخدامه. علاش ضارك راسك على سميره؟ حيت هي اللي دارت شي حاجه كديرها ديريكت، كديرها ديال بصح، حيت عايشه الحياه وعايشه مع الوليدات وشرات الكتب وتجيب وتحط وتقاتل. المهم داكشي داكشي داير لك تقبه في القلب، وما عمرك غادي يبرد لك صراحه، لانك فرطتي ومازال مفرط وما كتديهاش في ولادك وما كتقلبش عليهم. سميره تقبات لك القلب، ولكن ولادك ما غيكملوا الباقي، لان ولادك مازالهم صغيورين وغيكبروا، وملي غيكبروا عاد غادي ربما تفيق، يقدر تفيق معطل. وشنو غيبقى؟ غادي دير قنبه راسك، لانك فرطتي في ولادك وفرطتي في واحد الحياه اللي الصراحه الله كانت تعيشها سعيده وتعيشها مرتاح وتعيشها بخير وعلى خير. وحنا كنا كنشوفوا المحتوى في القناه المليونيه اللي طلعتها سميره بالزربه، وكان ديك الساعات ما كانوش القنوات بزاف ديال المحتوى البدوي، وصراحه الله شدات وشخدات وطلعات، وكان محتوى فيها ديال بصح. اما دابا كاين الكذوب وسميتو وتعمر الشوارج. وبالخصوص هذه الفضيحه الاخرى ديال الناس اللي جاو عنده ضياف، العائله ديالو جاو عنده ضياف وما قدر ليه، وكان هو في مكناس، وكان غير كان بعدا في ديك بويا عمر نقولوا تصابو تشد تما، ما عندوش الوقت وهذه. اما هو في المدينه باش يجيب التقضيه ويجيب خيرات الله، ويجي ويدير الضيافه ويقوم بالواجب وحسن الضيافه وسميتو غادي تصور فيديوهات والعالم كيشوف، يعني تبارطاجي شي حاجه ديال بصح. جاي طويل وكيقول لهم ما علمتوناش ما درتوناش، ندموهم 3 الفيديوهات هما غير ما علمتوناش حتى ولاد محبوبات داو جوحهم في كرشهم ومشاو للعروسه الصغيره لقاوهم وجدالي هما ياكلوا، وخرجوا النهار الاخر بفيديو يعنقوا في عروس في سميتو في عجوزتهم. يعني حشموا يعنقوا رجالهم قدام الكاميرا وعنقوا العجوزه، لانهم مهلين فيهم واكلين شاربين مبرعات بخير وعلى خير. لو كان طاحوا في شي زقرام، يعني طاحوا فيهم زقارم بحال هذا الزقرام هذا، لو كان عيشتهم مدلوله. يعني داك الفيديو كان مصروع، وداك الفيديو كان يعني بينوا العائله كيفاش خاصك هي ما خيسير تعيش، كيفاش خاصك تجمع خوتك، حيت كيجمع غير ادسنس، هو ما كيجمعش خوتو، ما كيبارطاجي حتى واحد، ما كيعقل حتى على واحد. يعني فيهم واحد الجوع، قلت لك انا بحال جايين عام الجوع والناس اللي كانوا في عام الجوع ما دايرينش بحال هكا، هما الله يستر عندهم داك الشيء مرض خطير اللهم اجرنا والله العظيم اخوتي العزاز. هما راه مقصدرين، ما عندهمش علاش يحشموا السعايه كيعطيوها الصليه فيما كان شي كارثه. المهم هما يطلعوا الفيديوهات، هما اصلا كيعجبوهم فيديوهات من هذا النوع، حيتاش التفاعل، حيتاش الناس كيضرهم راسهم، حيتاش الانسان اللي ما عندوش محتوى باش يخدم كيبغي كيخدم بالفتنه ويخلق ضجه ويخلق المشاكل ويخلق الصداع، وخص بنادم ديما يبقى ضر راسو. هذا هو السربيس، لان الا جا يجي يقول الحقيقه ومرتي ما كتعرفش وعافاكم وغصبروا معانا، كيخاف يتسلوا من عنده ويزيدوا الطريق. لان ورا الحقيقه زوينه انك تخرج تقول مرتي ما كتعرفش، وانا الزقرام هادشي اللي عطا الله ما كنقدرش، يدي قصيره على جيبي. والحقيقه يدي ملي كنجي نحشيها في جيبي كتجيني قصيره، داكشي علاش ما كنتقداش ما كنجيبش. وامك تابعك في الكذوب. دابا المشكله ان الام كبيره، يعني ما كبر غير الله، شارفه وتابعه في الكذوب وتابعه في الجوالق، وهي دايره ليه الخاطر. يعني تقولوا جمع لي جوالقك سير بحالك، جيب هاد التسبيح منين بلاك الله لا تجيب لينا جوالق، ما عندي ما ندير بهم. ساليت انايا فضيت، انا خصني التسبيح نسبح ونستغفر المولاي على داك الشيء الكوارث اللي درت. الذنوب سميره وليداتها خرجوا فيا، وشهاده الزور خرجت فيا طول وعرض المهم خوتي العزاز، انا كنت الفيديو ديالنا وكنشكركم جزيل الشكر، وما تنساوناش من لي لايك والتعاليق، وتحيه لكم كبيره، والى فيديو قادم ان شاء الله.